السلام عليكم، مساء الخير عليكم. واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير والصحه تاعكم تكون لاباس. صحه فطوركم حبيباتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، رجعت لكم باطباق جديده كما العاده والعوايد. عندنا الطبق الرئيسي، عندنا مملحه وعندنا تحليه. قبل كلش ما تنساوش تبداو لنا الفيديو بهذيك الجيم تاعكم. الجيم حبيباتي ما راح دير لنا والو، راح تطلع لنا غير الفيديو باش يشوفوه اكبر عدد من الناس. خليو لنا هذوك لي كومونتير تاعكم الشابين اللي ما تصدقوش قد ما نفرح كي نقعد نقرا فيهم. ورحب كامل المشتركات الجدد اللي التحقوا بينا، نقول لكم يا اهلين وسهلين، عائلتنا الصغيره تكبر بانضمامكم حبيباتي. اما مشتركات الوفيات نقول لكم ربي يحفظكم ليا وربي يخليكم وربي يطيب عشرتنا يا رب العالمين. نبداو فيديو نهار اليوم على بركه الله. اول حاجه راح نحضرها معكم راح يكون الطبق الرئيسي ولا دوزيام بلا نهار اليوم. قررت انه يكون طاجين البرتقال. راح نديره لكم على طريقتي، سهل ماهل، يجي بنين ما شاء الله ويجي يعمر العين. يعني اليامات هذو راني قاعده نبارطاجي معاكم لي فيديو باينه بلي ما رانيش في دارنا، راني في دار اختي، يعني هي اللي راهي توجد معاكم يا البنات، وانا راني نبارطاجي معاكم هكذا باش تديو فكره باذن الله العلي العظيم. وان شاء الله كاين فيديوهات في القمه، كل خطره راح نبارطاجي معاكم وصفات هايلين. يعني انتم برك ما عليكم تبارطاجوا الفيديو مع حباباتكم اصحاباتكم هكذا باش تطلع لنا شويه نسبه المشاهده، خاصه الايامات هذو اليوتيوب راهو يعاقب وأون بليس المشاهدات راهم طايحين. خلاص يا البنات كثروا لنا التعليقات، كثروا لنا ليجان، وكثروا لنا البارطاج تاع لي فيديو هكذا باش نقدر نزيد نبارطاجي معاكم اكثر واكثر. كما كنتوا شفتوا حبيباتي بالنسبه للطبق تاعنا تاع نهار اليوم، وجدت صوص بيضه عادي جدا، درت البصل، درت الثوم ودرت الزيتون، خليتهم يتقلاو مع بعضهم، ومن بعد مرقت يا البنات، ومع الاخر خلاص درت كريم فريش ولا الكريمه السائله. قفلت على لاصوص تاعنا وخليتها تغلى مده 5 دقائق هكذاك بالتقريب. هنايا نجيو للحبات تاع التشينا تاعنا ولا البرتقال تاعنا. عندي كميه من زر الدجاج، عندي شويه تاع البصل، تبلتهم بالكزبر والملح والفلفل الاسود، هذا واش درت فيهم، وضفت لهم لا شابلور يا البنات هكذا باش نقدر نتحكم في القوام تاع زر الدجاج تاعنا عفوا، ونقدر اني نشكل واش حبيت انايا. هنايا واش راح ندير، جبت كميه من الزروديه كنت فورتها وعبست عليها هكذا يا البنات، فتتها مليح. جبت بابي فيلم، درت الطبقه الاولى تاع الزروديه كما راكم تشوفوا، فرشتها هكذا، درت طبقه مليحه قسمات تغطى لك هذيك الحبه تاع التشينا تاعك. وجبت هذاك الزر الدجاج اللي تبلته حشيته بالفرماج وبديت نشكل يا البنات بهذه الطريقه. درت الحبه تاعي فوق هذيك الطبقه تاع الزروديه اللي كنت درتها، وبديت نقفل بابي فيلم هكذا حتى نشكل كويره. يعني طريقه سهله مهله. نزيد نجيب بابي فيلم واحد اخر هكذا باش نقدر نقفل عليها ونزيرها بهذه الطريقه. حاولوا انكم تقفلوا عليها مليح وتزيروا باش تدي هذاك الشكل اللي حبيتوه. هنايا كنصيحه لازم نقولها لكم، شوفوا حبيباتي كي تجيو تقفلوا على الحبات تاعكم في بابي الومنيوم، حاولوا انكم تزيروا عليهم خلاص هكذا باش تعطيوها الشكل تاع الحبات تاع التشينا. يعني هنايا راهو يبان الشكل نتاعها، لخاطر ديريكتوم بعد ما تغل فيهم بابي الومنيوم نديروهم يتفوروا يطيبوا. هاي ليكم هنايا درتهم يتفوروا عفوا، مامبا يجيبوا نصف ساعة إلى ساعة وتلقاهم طيبين زبدة. نقفل عليهم ونخليهم على جنب. نرجعوا لاصوص تاعنا. شوفوا بعد ما عقدت يا البنات جات خاثرة ما شاء الله، اون بليس جات بنينة. يعني هكذا تقدروا ترافقوها بأي صوص حبيتوه نتوما. وهذه هي كل خطره نحاول نجيب لكم هكذا حاجه جديده تستفادوا منها ونحي لكم الحيره تاع دوزيام بلا. واش راح ديري المملحه، واش راح ديري، يعني كامل مرات نحصلوا واش رايحين نديروا، نستفادوا من بعضنا، نتوما تستفادوا مني وانا نستفاد منكم باذن الله العلي العظيم. هنا يا حبيباتي كما راكم تشوفوا بعد ما فاروا مده نصف ساعه ولا ساعه كما قلت لكم، نحيناهم هكذاك سخونين. شوفوا نتوما حاولوا انكم تفتحوا عليهم وديروهم في الثلاجه يبردوا شويه حتى يحكموا القوام نتاعهم. حنايا من الزربايه البنات درناهم ديريكت هكذاك، حطيناهم في صحن تقديم مع هذيك لاصوص البيضه اللي كنا وجدناها. مع ذلك جات ما شاء الله كما راكم تشوفوا
يعني بسم الله ما شاء الله الطبخ إبداع يا البنات. كل مرة نحاولوا نبدعوا في حاجة، وكل مرة نحاولوا نتعلموا حاجة، لأنه في هذه الدنيا واحد ما زاد معلم. هنايا فتحتها لكم باش تشوفوها من الداخل، تجي محشية بهذاك الفرماج. يعني ما شاء الله بنة عظيمة. سيوها وردوا لي بالخبر. نروحوا للوصفة الثانية اللي هي مملحة. نهار اليوم اخترت لكم مملحة سهلة مهلة غير بخبز التوست. يعني إذا عندك خبز التوست جيبيه يا لاله وتفرجي معايا الوصفة تاع نهار اليوم. نحتاجو كمية من خبز التوست يا البنات. احكموا افتحوه بالحلال بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. هذه المملحة تجي مقرمشة وتجيب واحد الحشو خفيف يا البنات وبنين ما شاء الله، والله ما تشبع. يعني على بالك كي رايحين تسيوها رايحة تعجبكم. هنايا انا رايحة ندير شكل دائري. جبت هذا يا البنات، طبعت به. جيبوا اي مول، انا كان عندي المول بصح شوية صغير، جبت هذا اللي كبير ودرت شكل مثلثات. يعني درت المثلثات ودرت الدوائر كما راكم تشوفوا، قطعتهم هكذا بهذا السمك. هنايا واش راح ندير؟ نجيب البيض، صفار البيض عفوا، كميه من صفار البيض، ونزيد نجيب لا شابلور، ونجيب هذوك الخبيزات اللي كنت درتهم، نرمدهم في البيض، في صفار البيض، ونزيد نرمدهم في لا شابلور بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. صفار البيض كنت درت له كميه من الملح، ولا شابلور كنت حمصته. هاي ليكم. يعني نحاول اني نرمدها في صفار البيض ونزيد نديرها في لا شابلور. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة ونكملوا المملحة تاعنا تاع نهار اليوم حبيباتي. هنايا شوفوا بعد ما كملت كامل الحبات تاوعي واش رايحه ندير لهم. كنت درت المقلاة سخن، رايحه نحكم نقليهم يا البنات. كي تجيو تقليوهم ساعدوهم غير بالعقل، ديروا الزيت تاعكم تسخن مليح وطلقوا الحبات تاعكم يتحمروا من كلا الجهات، من الجهه هذه ومن الجهه هذيك، ونحوهم ويكونوا واجدين معنا. نروحوا للحشو اللي خيرته لنهار اليوم. وشي هو رايح يكون حشو بارد وثاني بنين. واش نحكي لكم واش نخلي لكم عليه. واش عندنا كميه من الخيار، عندنا نص حبه تاع طماطم، عندنا الزيتون الاسود، عندنا كذلك الدبشه ولا المعدنوس، عندنا الكاشير، وعندنا السلطه. وثاني راح نزيد ندير بطاطا مفوره يا البنات، راني قطعتها كاريات صغار ودرتها تتفور، وكميه من المايونيز. حكمت كامل الخضره تاعي اللي جبتها، قاعده نقطعهم كاريات صغار كما راكم تشوفوا. يعني قطعت الخيار هكذاك بالقشور تاعو، زدت قطعت الطماطم، ورايحه نزيد ندير المعدنوس. اللي يحب يديروا واللي ما يحبش ما يديروش. دوكا الماكله اذواق والحشو كيما حبيتو انتوما، كل واحد واش يحب يدير. يعني الحشو تقدروا تتفنوا فيه وتقدروا تبدلوه كيما حبيتو. انا عطيتكم هكذا فكره كحشو اقتصادي، كلش تاعو كاين في الدار وفي نفس الوقت يجي بنين ما شاء الله، بدون لحم بدون حتى حاجه، ما تقلي ما والو، كلش بارد في بارد. هنايا درت نص حبه تاع الكاشير، هاي لكم. ثاني حتى هي قطعتها كاريات اصغر. وراح نزيد ندير السلطه، ونزيد ندير الزيتون الاسود. اللي تحب دير زيتون اسود، اللي تحب دير الزيتون الاخضر. يعني من اروع المملحات اللي ذقتهم يا البنات. هكذا مرة ندير لكم مملحة طيب في الفرن، مرة ندير لكم مملحة هكذا باردة يا البنات سهلة مهلة. وكما على بالكم حنا في رمضان نحبوا غير الحوايج الساهلين الماهلين. انا واحدة من الناس ما نحبش الحوايج اللي يطيبوا، نحب حاجة ديريكتومون واجدة، كلش تاعها واجد غير نحشي ونوجد هذا مكان. يعني هذه هي المملحة اللي راح تنحي عليك الحيرة، وأمامته راح تفرحي بها أولادك. درت الخيار المخلل يا البنات. كما قلت لكم ديروا أي حاجة كانت متوفرة عندكم، أي خضرة تحبوها وحبيتوا تضيفوها تقدروا تضيفوها. الحشو اختياري يا البنات. هنا كملت قطعت كامل الخضرة تاعي كاريات صغار كما راكم تشوفوا، ضفت لها ملعقة وشوية تاع المايونيز، وزدت درت هذيك البطاطا اللي كنت فورتها. هنايا جبت الحشو تاعي اللي كنت حضرته، دوك نخلط كلش مع بعضه. والخبزات تاعي راني كنت قليتهم، شوفوا حمرتهم، داو هذاك اللون الاحمر الشباب. ونحكم نفتحهم غير بالموس من الجانب، شوفوا كيفاش يجيو مهويين من الداخل. ونبدا نحشيهم بهذاك الحشو الرائع. يعني كشغل بالطبوط يا البنات، ويجيو بنان وما يتشبعوش كما قلت لكم. يعني على بالك كي رايحين تسيوهم رايحين تدعوا لنا. شوفوا نكمل نحشي كامل الحبات تاعي. درت حبات في المثلث وحبات في الدائري، وانتم تقدروا ديروا اي شكل حبيتوه نتوما. تقدروا ديروا شكل جيوب، تقدروا ديروا واش حبيتوا نتوما يا البنات. هاي ليكم.
وثاني نحب نذكركم بالانستغرام تاعي والفيسبوك تاعي اللي هما نفس اسم القناه ونفس الصوره حبيباتي اللي راكم تحوسوا عليهم. دائما نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. مرحبا بكم كامل كيما راكم. هنايا البنات بعد ما كملت حشيت الحبات تاعي كامل قدمتهم معكم في صحن التقديم. بسم الله ما شاء الله، يعني كلش راوي شهي. شهيتكم في الجنه حبيباتي. سيوهم في ظرف 5 دقائق وانتي درتي مملحه. الله الله فرحتي بها ولادك، يعني ما تدي منك الوقت، ما تكلفك ما والو. والبنه ما عندي ما نحكي لكم، يعني كي تجربوها رايحين تشوفوا بعينيكم. نروحوا دوكا للتحليه. ربي يحل اياماتكم كامل. التحليه تاع نهار اليوم بنه بنه قد ما نشكر لكم فيها ما نكملش يا البنات. واش نحتاج الفراس. حكمت قصيته هكذا كاريات صغار، وفي كاسرونه درت هذيك الكميه تاع الفراس. ديروا الكميه اللي حبيتوها نتوما على حساب افراد العائله. راح نزيد ندير لها ملعقتين وشويه تاع السكر هكذا باش تتكرمل وتطلق هذاك السيرو نتاعها. خلط كلش مع بعضه كما راكم تشوفوا ونديرها على نار هادئه ونبقى نحرك فيها حتى تطلق كامل هذاك السيرو تاعها. هاي ليكم، يعني بقاو عسوها مره على مره، حركوها. والنار لازم تكون هادئه يا البنات هكذا باش ما تتحرق لكمش وما ينشف لكمش هذاك السيرو تاع الفراس. هاي ليكم هنايا راه واجد. وفي كاسرونه ثانيه درت 2 كيسان تاع الحليب. درت معاها باكي تاع الفلون بذوق الفراوله. خلطت كلش مع بعضه كما راكم تشوفوا بالفوي. خلطهم مليح هكذا باش ما يبقاو لكمش الحبيبات تاع الفلو في الاسفل ويتحرقوا لكم. واش رايحه نزيد نضيف يا البنات السكر. درت ملعقتين نتاع السكر وزدت درت نشا درت ملعقه فقط لانه حنايا ما نحبوش الذوق نتاع نشا يا البنات. نتوما تقدروا ديروا 2 ملاعق الى 2 ملاعق وشويه، يعني من الاحسن انكم ديروا كيما درت باش ما يغلبش عليها الذوق نتاع النشا. هنايا خلطت كلش مع بعضه كما راكم تشوفوا ومن بعد نديرها على نار هادئه نخليها حتى تثقل هكذا. نبقى نحرك. التحريك المستمر ضروري لخاطر يبقاو لكم حبيبات تاع النشا يترسبوا مع التحت. خلاص اذا غفلتوا عليها رايحين يتحرقوا لكم ويخسروا لكم كامل هذاك الخليط نتاعكم. بعد ما يثقلنا الخليط نتاعنا ونتحصلوا على القوام اللي حبيناه نخليوه حتى يبرد خلاص يا البنات. ونزيدوا كاس تاع كريم شانتي ونطلعوا بالباتور. ومع الاخر خلاص نتحصلوا على هذا الخليط يا البنات. نجيب لي غامكا تاوعي ولا لي فيغين تاوعي اللي راح ندير فيهم. نبدا ندير الطبقه الاولى تاع الغاطو تاع تحليات عادي بذوق الفانيليا فتفتو هكذا كما راكم تشوفوا. والطبقه الثانيه رايحه تكون بهذا الخليط اللي وجدناه مع بعضنا، يعني يجي بنه يا البنات تقول راكي تاكلي في لا كريم نتاع الفراز، يعني ما شاء الله. خاصه كي يحكم روحو دوك نعت لكم القوام. يعني انا من النوع اللي صعيب باش تعجبني تحليه، لكن هذه التحليه البنات جاتني على القصه تاعي. علاش؟ باسكو كل طبقه منفصله على الاخرى وكل طبقه بنينه على الاخرى. كاين بعض التحليات يعني حاشا نعمة ربي ما يتاكلوش نهائيا. تكثر لك فيها نشا وديرها لك خلائط، يعني انا هذوك ستيل يا البنات وهذاك الذوق ما نحبوش. وتبقى كل واحد والذوق نتاعو. والطبقه الاخيره كتزين بسيط درت هذاك الفراز اللي كنا طيبناه مع لاجولي تاعو. اللي تحب تميكسيه حنا درنا هكذاك حبيبات. وهذه هي التحليه تاعنا. ندخلوها للمجمد حتى تحكم روحها ونجيو نديروا اللمسه الاخيره اللي لازم اني نديرها معكم. شوفوا هنايا بعد ما حكمت التحليه تاعنا روحها جبت باش نعت لكم كيفاش جاتنا ما شاء الله. ومامتو جات تشهي، يعني العين تاكل قبل الفم. شيتكم كامل في الجنه حبيباتي. اذا عندك الفراز نقول لكم ما تعطيش هذه الوصفه، واذا راتيتيها راكي ضيعتي نص حياتك، لانه هذه التحليه ما كانش مثيل لها. انا بزاف عجبتني يا البنات. اون راكي تاكلي في لاكرام. هنا اكيد لازم ندير معكم اللمسه الاخيره اني نعت لكم. شوفوا الطبقه هذه الثانيه بزاف بنه يا البنات، ما فيها حتى حاجه غير ب2 كيسان تاع الحليب والفلو وتكوني درتي واحد التحليه. الله الله شوفوا هنا كي حكمت روحها، يعني بنه شهيتكم في الجنه حبيباتي. سيوها وردوا لي بالخبر. وهنا حبيت نبارطاجي معكم بعض التحضيرات. رانا درنا الروز يتفور مع الجلبانه باش نديروا سلطه خفيفه ظريفه كما العاده والعوايد. كل مره نحاول نبارطاجي معكم تزيين خفيف ظريف للسلطه هكذا باش تديو فكره. شوفوا هنايا كيفاش زينتها. درت غير بشويه تاع البيطراف وشويه تاع الطماطم والبطاطا والخيار وثاني السلطه.
وزينتها بالزيتون، ونعمة وفضل من عند ربي سبحانه، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. وهذه هي الطاولة تاعنا، شوية حميص وطاجين الحلو وكذلك الشوربة فريك اللي لازم تحضر. المملحات اللي كنا حضرناهم مع بعضنا، طاجين البرتقال. وهذا هو فيديو نهار اليوم. بقى لي غير نقول لكم في امان الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.